السلام عليكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات. احنا دلوقتي في نادي في نادي العاشر من رمضان الصفوة، بعد العرض بكاكا شو، واحد المشاهدين تعرف بحضرتك. أشرف فهمي، إمام وخطيب مدينة العاشر من رمضان. ما شاء الله، يعني حضرتك شهادتك بقى هتبقى يعني أنا على المستوى الشخصي استفدت من العرض، لأن في رسالة بتوجهوها، وده الفن اللي راقي، إن أنت توصل رسالة معينة، الرسالة دي تصل للناس، وصلت كلمتين وبس وصلت. طب حضرتك بما انك اتفرجت على العرض، تقول ايه للناس اللي ما اتفرجوش على العرض؟ لا إن شاء الله المرة الجاية لما تيجي مدينة العاشر من رمضان هنجيب الناس تتفرج. والله احنا العرض حصل هنا ان في نادي الرواد كان اعضاء مجلس اداره اتفرجوا على العرض وقالوا لازم يجي تعرض عندنا يعني. باذن الله ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك، ودي شهاده على راسنا يعني. نورتونا والله. انت والمطرب الجميل ده، الصوت الجميل جميل. ربنا يخليك يا حبيبي. وهو المؤلف على فكره. المنتج كل حاجه يعني. ميكانيكي بعد ايه رايك في العرض؟ يعني حاجه فابولس. فابولس عندنا ان انجلش اتس ماجنيفيسنت. يعني حاجه وندرفول. مستر يعني بص حضرتك اقول لك حاجه، محمود بعامر ده حد كده من زمان واحد متابع الراجل ده بص، الاصاله، الفن، الاناقه، الشياكه، ابو الشباب يا حبيبي. الله يعزك، ابو الشباب. الله يعزك يا رب. الله يعزك. استاذ عبد الرحمن، المدير التنفيذي للنادي، تقول ايه للجماهير بعد العرض ما خلص النهارده؟ والله انا اقول للفنانين الاول، انتوا اسعدتونا وشرفتونا ونورتونا، وكنتوا حاجه جميله وفن راقي الحمد لله. وجمهورنا الحمد لله يعني النهارده كان سعيد جدا بيكم، ونتمنى انها تتكرر مرات كتيره ان شاء الله. ان شاء الله، دي شهاده على راسنا، واحنا كفنانين فعلا بنحب هذا المكان لنقاء الناس اللي فيه وصفائهم ورغبتهم في النجاح الدائم. يعني كل مره انا اجي نادي الصف الاقي شيء جديد. الحمد لله ان المجلس بالاداره التنفيذيه بكل العاملين من اول البوابه، الامن، الخدمات، كله بيعملوا بكل حب. واضح. واحنا بنشكر حضرتك بالنيابه عن الفنانين كلهم على الاستقبال الحافل وعلى الكرم الشرقاوي اللي انتوا عملتوه معانا ده. اقل واجب ليكم. ربنا يخليك يا فندم. تسلم يا استاذ عبد الرحمن. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا رب. رأيكم في العرض ايه بقى؟ جميل ما شاء الله. لا انا عايز جميل حلو طعم، مش عايز كلام بجد. ايه اللي عجبك فيه في العرض؟ بص، هو الموضوع كله كان فيه قصه لذيذه ودمها خفيف. مش عارفه اقول لك ايه تاني بصراحه، بس مش شفناكوا اصلا. بس يعني ده هو كده يعني. لا حضرتك منورين الدنيا كلها والله، والشباب كلهم حلوين ما شاء الله، وحضرتك كنت عامل عرض كويس جدا. ربنا يعزك يا رب، وانسونا ونورتونا، وكل عرض وانتم طيبين. اتفرجت على العرض؟ تمام الله يكرمك. اتفرجت على العرض ولا جيت متاخر؟ دول الشباب دول متصورين معاك العرض اللي فات بتاع والله